يوم 15 ابريل سنة 2009 اعلنت شركة بروتون الماليزية عن انتاج جيل جديد من عربياتها بيحمل اسم بروتون اكسورا. ومن 2009 لحد 2011 حصل تطورات كتير في العربية دي عشان تقدر تنافس في فئة العربيات الام بي في العائلية السبع راكب. صحيح ان البروتون اكسورا ما نزلتش السوق المصري غير من فترة قريبة، لكنها ليها فئات كتير وحققت نجاح في اكتر من دولة. كلامنا النهاردة في الحلقة الثانية من سلسلة العربيات الام بي في العائلية السبع راكب هيكون عن البروتون اكسورا الجديدة كليا. بس قبل اي حاجة عايزك تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو مش مشترك، وتفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد من عندنا اول باول. ويلا بينا. بص، مبدئيا كده اي عربيه هتتراجع في سلسله العربيات الام بي في السبع راكب هنقارنها بالعربيه اللي احنا راجعناها قبل كده. يعني احنا راجعنا قبل كده السوزوكي ارتيجا، فاحنا بنراجع البروتون اكسورا هنقارن مواصفاتها بمواصفات السوزوكي ارتيجا، ولما نراجع عربيه ثانيه بعد كده هنقارنها بالاكسورا وبالارتيجا وهكذا. البروتون اكسورا الجديده نزلت السوق المصري بفئتين اوتوماتيك، فئه اكسكلوزيف ب 245,000 وفئه اكسكلوزيف بلس ب 270,000، وهنتكلم عن الفروقات بين الفئتين لما نتكلم عن نقطه الكماليات والاوبشنز والحاجات دي. بس الاول خلينا نقول ان البروتون اكسورا بتنزل بمحرك 1600 سي سي تربو بيطلع 140 حصان مع عزم 205 نيوتن متر متوصل بفتيس سي في تي. التسارع بتاع العربية طبقا للأرقام الرسمية من 0 ل 100 في 12.9 ثانية، وبالتالي فهي طبعا هتبقى أفضل من السوزوكي ارتيجا من ناحية قوة المحرك. بالنسبة لاستهلاك البنزين فالعربية بتستهلك 7.8 لتر كل 100 كيلو مع سعة خزان 55 لتر، ونستنتج برضو من كده ان السوزوكي ارتيجا أفضل من حيث استهلاك البنزين من البروتون اكسورا. وبالنسبة لأنظمة الأمان اللي موجودة في البروتون اكسورا فهي فيها 2 إرباج طارة وتابلو، وفيها نظام فرامل ABS و ABD مع نظام الثبات الالكتروني ASB اللي موجود في الفئه الثانيه من العربيه. وبكده يكون البروتون اكسورا من ناحيه انظمه الامان افضل نسبيا من السوزوكي ارتيجا اللي ما فيهاش نظام الثبات الالكتروني ASB. لما نروح للمساحات الخارجيه للعربيه فالعربيه الطول الكلي بتاعها 4 متر 61 سم، والعرض الكلي متر و80 سم، والارتفاع الكلي متر 69 سم. اما الخلوص الارضي للعربيه فهو 15.5 سم. اما المساحات الداخليه للعربيه فهنا بنتكلم عن صالون واسع وممتاز، والسبع راكب اللي هيركبوا في العربيه دي كلهم هيبقوا مرتاحين بما فيهم الفردين اللي هيركبوا في الكنبه الاخيره. ولما نروح لحجم الشنطه هنلاقيها 132 لتر، وطبعا مع امكانيه طي الكنبه الخلفيه عشان يوصل حجم الشنطه ل 705 لتر. ومن وجهه نظري فالمساحات الداخليه هي نقطه تفوق للبروتون اكسورا عموما كعربيه عائليه، وزيها زي السوزوكي ارتيجا اللي برضو المساحات الداخليه فيها كويسه جدا. تعالوا بقى نروح نقطه الكماليات ونشوف الفروقات بين الفئتين، ونشوف هل البروتون اكسورا كعربيه كماليات بتاعتها افضل من نفس العربيات اللي في نفس الفئه بتاعتها ولا مش متفوقه في النقطه دي. يلا بينا. البروتون اكسورا بتنزل بمرايات كهرباء ضم في الفئه الثانيه ومرايات كهرباء عاديه في الفئه الاولى، بتنزل بطاره مالتي في الفئه الثانيه وبطاره عاديه في الفئه الاولى، والفئتين فيهم زجاج كهربي وفيهم ريموت كنترول وفيهم حساسات خلفيه وفيهم جنود. لكن الفئه الثانيه بتتفوق من حيث وجود 2 فوج لايت امامي وكاميرا خلفيه وGPS ومثبت سرعه ونظام ذكي للركن وسبويلر خلفي وشاشه متعدده اللمس، واخيرا العربيتين فيهم كاسيت فيه USB وIX وبلوتوث مكالمات وميديا. وبكده نقدر نقول ان الفرق السعر اللي موجود بين الفئتين اللي هو 25,000 جنيه هو رقم مقنع جدا، في ظل ان الفئه الثانيه هي الافضل من ناحيه الكماليات الكتير اللي موجوده فيها. وما ننساش ان الفئه الثانيه فيها نظام الثبات الالكتروني ASB، وده مهم جدا جدا في العربيات السبع راكب عموما. وعشان كده انا برشح لك الفئه الثانيه من العربيه لان هي بتقدم لك باكج ممتاز جدا من الكماليات ومن الانظمه المهمه جدا ان هي تكون موجوده في عربيتك. نروح بقى لنقطه ثانيه وهي نقطه الخامات الداخليه والخارجيه. بالنسبه للخامات الداخليه فطبعا كلها من البلاستيك، وان كان البروتون اكسورا بتتميز بشكل تابلو انسيابي وتقفيل الفبر بتاعها بصراحه ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لي، والفئه الاولى بتنزل بفرش قماش، اما الفئه الثانيه فبتنزل بفرش جلد، والاثنين بالنسبه لي برضو ما فيهمش اي مشاكل. اما الخامات الخارجيه فالفئتين الاختلافات بينهم بسيطه، وممكن نلخصها في ان الفئه الثانيه فيها فوج لايت امامي مش
موجود في الفئه الاولى، وكمان الفريم الاسود اللي موجود على باب الشنطه في الفئه الثانيه بيحل محله فريم نيكل موجود في الفئه الاولى. واخيرا الفوج لايت الخلفي اللي موجود في نص الاكسدام الخلفي للفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى. بالنسبه لعزل الصوت بتاع العربيه ممتاز جدا، وما سمعتش اي اصوات خارجيه سواء على سرعه او في الطرق البطيئه، ولكن طبعا لما بيبقى في وسط زحمه تبدا تسمع صوت الكلاكسات حواليك، وده طبعا امر طبيعي جدا بالنسبه للعربيه في الفئه السعريه دي. نفس الكلام بالنسبه لعزل الحراره، العربيه عزل الحراره بتاعها ممتاز جدا، وده طبعا لوجود غطاء عازل للكبوت بيقدر يعزل صوت وحراره الموتور عن بقيه جسم العربيه. النقطه اللي هنتكلم عليها بعد كده هي نقطه توافر قطع الغيار، وهنا البروتون اكسورا ما تختلفش كتير عن اي موديل للبروتون، فهي برضو بتواجه بعض المشاكل في توافر قطع الغيار للعربيه دي سواء في التوكيل او بره التوكيل، وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا في اي فيديو اتكلمت فيه عن عربيه بروتون قلت فيه نفس الكلام، فانا مش حابب اضيف كتير في الموضوع ده. من ناحيه القيمه مقابل السعر، فالبروتون اكسورا محققه معادلتين مهمين جدا. اول معادله ان سعر العربيه كويس جدا كعربيه MPV 7 راكب، وتاني حاجه هي المواصفات الفنيه وانظمه الامان والكماليات اللي بصراحه انا شايفها ممتازه جدا في حدود الفئه السعريه بتاعتها، وده يخليني اقول ان العربيه كقيمه مقابل السعر هي ممتازه جدا جدا. ونروح بقى للسؤال اللي اتسال لي كتير قوي قبل ما اعمل الفيديو ده، انهي افضل السوزوكي ارتيجا ولا البروتون اكسورا؟ وبصراحه حصلت مشكله على القناه عندي بسبب الموضوع ده، بسبب ان حد كان بيسالني وحد رد عليه وقال له لا اكيد السوزوكي ارتيجا افضل ان هي ياباني، واحد تاني رد قال له لا ده البروتون اكسورا، وبعدين الاثنين قاموا شتموا في بعض. ويا جماعه صدقوني فكره ان اي حد يقيم لك عربيه ففي الاول وفي الاخر هو بيقيمها بناء على ارقام وبناء على تجربته الشخصيه، فشيء طبيعي جدا ان كل واحد يكون متحيز لرأيه وكل واحد شايف العربية بشكل مختلف. انا دوري ان انا اقول لك العربية دي من وجهة نظري انا فيها 1 2 3، فيها عيوب وفيها مميزات، مفيش عربية في الدنيا ما فيهاش عيوب. معلش طولت عليكم في الحتة دي، فتعالوا بقى بينا اقول لكم انهي افضل من وجهة نظري، السوزوكي ارتيجا ولا البروتون اكسورا. من وجهة نظري البروتون اكسورا افضل من السوزوكي ارتيجا، افضل من ناحية قوة المحرك، افضل من ناحية الكماليات، افضل من ناحية انظمة الامان، وكمان افضل من ناحيه التقفيل بتاع العربيه. والارتيجا بتتفوق بس من حيث استهلاك البنزين، دي النقطه الوحيده اللي انا شايفها ان الارتيجا او سوزوكي الارتيجا بتتفوق فيها. غير كده انا شايف كمان ان البروتون اكسورا كقيمه مقابل السعر افضل من السوزوكي ارتيجا. انا مش متحامل على السوزوكي ارتيجا اطلاقا، وشايف ان برضو العربيتين دول من افضل العربيات في الفئه السعريه دي، وشايف كمان ان المصنعين العربيتين دول اجتهدوا ان هم يخرجوا لك عربيتين فيهم باكج ممتاز جدا من الكماليات ومن المواصفات الفنيه. ده بالنسبه للسؤال بتاع انهي افضل السوزوكي ارتيجا ولا البروتون اكسورا. واخيرا تعالوا بقى نروح على التقييم النهائي للبروتون اكسورا الجديده كليا. التقييم النهائي للبروتون اكسورا الجديده هو 9 من 10. وعلى فكره يا جماعه الموديل اللي نازل ده مش 21، ده موديل 2020، والموديل ده اتصنع السنه اللي فاتت وكان المفروض ان هو هينزل في 2020، وده كان رايي. طبعا الاهم من رايي هو رايكم انتم، اكتبوا لي في الكومنتات لو عندك اي استفسار او لو عندك اي راي مخالف لرايي، قول رايك بمنتهى الصراحه وقول رايك ونتناقش مع بعض سوا. وانا سعيد جدا بدعمكم ليا، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم. كان معاكم محمود عاشور، والسلام عليكم.